نعم هيكل، نعود إلى الهدف الأول. طبعا كما وردتنا الصورة ونحلل الصورة كما وردتنا من المصدر. لا أخي أحمد، أعطينا الصورة لو سمحت. بداية الهجمة، هنا بداية الهجمة. هنا للأسف لحظة اللعب الكرة لم يكن المهاجم الأفريقي لم يكن مكشوف مكانه. هل كان أقرب إلى خط المرمى أم من آخر ثاني مدافع أم لا؟ ولكن من الإعادة أيضا نأخذ الإعادة. هنا لحظة الإعادة ونحللها تحليل، هناك نفسرها تفسير. أيضا هنا لحظة اللعب لم تكن موجودة، ولكن من حركة اللاعب وحركة المدافع نلاحظ أن المدافع هو أقرب إلى آخر ثاني مدافع هو أقرب. نرجع شوي بالصورة، ارجع شوي أحمد ارجع شوي كمان. آخر مجال عندك ترجع فيها. للأسف هذا ما وردنا من المصدر، ولكن بالشكل العام لا يوجد تسلل وقرار المساعد كان صحيحا. يعني هذا بالنسبة للشوط الأول. بالنسبة للشوط الثاني هيكل راح نحلل 3 حالات، والحالة الرابعة سأتركها لك. ناخذ الحالة الأولى كانت في الدقيقة 53، كان هناك سقوط لاعب النجم داخل منطقة الجزاء، كرة ركلة حرة مباشرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء. هنا سقوط، تمركز الحكم كان مثاليا جدا، قراره في الملعب كان استمرار باللعب. بنلاحظ ومن خلال عدة زوايا اللاعبان المدافع والمهاجم كلاهما لعب الكرة في نفس التوقيت. نمشي للزاوية اللي بعدها أخي أحمد، بنشاهد إذا لعبها المهاجم إذا هناك فقط فهناك ركلة جزاء، ولكن وإن لعبها المدافع فلا شيء. ولكن بنلاحظ من خلال الصورة، نمشي شوي خطوة خطوة، اللاعبان لعبا الكرة في نفس التوقيت. روح للزاوية اللي بعدها أحمد. نعم هنا واضح أن اللاعبين لعبوا الكرة بنفس التوقيت. هنا الزاوية الثانية، نمشي خطوة خطوة، نلاحظ نمشي هنا الركل بالقدمين، قدم المهاجم وقدم المدافع، ركلا الكرة في نفس التوقيت. لذا قرار الحكم باستمرار اللعب قرار صحيح. الحالة اللي بعدها كان شكينا بوجود تسلل قبل هدف الأفريقي. بنشاهد الحالة، طبعا الصورة كما وردتنا، أذكر دائما هذا الموضوع. هنا لحظة اللعب، نرجع لا يوجد في البداية. هل هناك تسلل؟ هنا لحظة اللعب، هنا آخر مرة يلمسها الزميل، نمشي لا وجود للتسلل، المدافع هو أقرب. هنا لمسها مرة ثانية المدافع، إن كان ارتداد أو إن كان لعب متعمد فلا تأثير على ذلك، لأنه أصل الكرة لا يوجد فيها تسلل. الآن لحظة لعب الكرة باتجاه فراس، هل كان فراس في موقف تسلل؟ هل كانت الكرة هي خط التسلل؟ نمشي بالحالة، بنلاحظ أن الكرة أصبحت هي خط التسلل، هي أقرب إلى خط المرمى من المهاجمين والمدافعين. وجرافيك الفي ار كان واضح. ناخذ الجرافيك أخي أحمد، بنشاهد هنا الكرة هي أصبحت خط التسلل وفراس كان قبل الكرة. بناخذ الحالة اللي بعدها كانت في الدقيقة 84، كان هناك شكينا بوجود، طبعا الحكم يعلن عن خطأ على اللاعب الافريقي رقم 7. هل كان يستحق قرار انضباطي؟ اللاعب لديه انذار سابق. بنلاحظ الفاول، هنا الحكم يعلن عن ركلة حرة مباشرة، قراره صحيح، لا يوجد تهور في هذه الحالة. بناخذ الزاوية الثانية، هنا ركل بإهمال، لا يوجد تهور، الحالة لا تستحق بطاقة صفراء ثانية. طبعا هذه الحالة أدت إلى احتجاج واعتراض من قبل المدرب على الحكم. بنشاهد الحكم يشر البطاقة الصفراء أولا، وثم يستمر المدرب في الاحتجاج ويشر له البطاقة الحمراء ويخرجه خارج الملعب. هنا نلاحظ بطاقة صفراء ثانية ومن ثم البطاقة الحمراء. الحالة الأخيرة أخي هيكل، قبل أن أعطيك الحالة الأخيرة، تقييم الحكم بشكل عام وطاقم التحكيم الجميع يستحق 8.4. نشوف الحالة الأخيرة وسأترك لك التعليق أخي هيكل. تنظيم المباريات ودور الحكم الرابع، بنلاحظ 3 مدربين للنادي الأفريقي موجودين، واحد منهم خارج المنطقة الفنية، يعني شوي وبينزل ممكن يلعب مع اللاعبين. ولك التعليق هيكل. هيكل تمام. على فكرة هذه الصور ليست حصرية فقط للنادي الافريقي، هي صور تقريبا نشاهدها في كل اغلب المباريات الحقيقة. صحيح. لا نقول ان النادي الافريقي هو المختص في هذه الحالة، ولكن هذه تتكرر دائما. صحيح. لذلك انا حبيت اخذ الصورة واعرضها للسادة المشاهدين. لا، يجب ان نهتم بهذا الامر في قادم المواعيد، في قادم المباريات، لان الامور التنظيمية مهمة جدا الحقيقة، مهمة جدا، لانها تعطي نوع اخر، لانه في بعض الاحيان هذه الصور تساهم في تشنج غير محمود
في المباريات الحقيقة. على كل شكرا جزيلا كابتن تمام حمدون، كنت متميزا. نلتقي إن شاء الله في الجولة الرابعة يوم السبت 31 مباراة النادي الإفريقي والنادي البنزرتي. شكرا جزيلا تمام. نرجع